اشطر ستات في الدنيا. اهلا يا اصحاب الذوق الرفيع العالي اللي بيحبوا التميز. هنتكلم عن غرزة جميلة اسمها غرزة الشطرنج في مفارش اللاسيه، وهي الشكل بتاعها الطريقة دي. هي بسيطة جدا، وكل الغرز جميلة ما فيهاش اي مشكلة خالص. انتي بس واحدة واحدة كده تعلمي، وما فيش حاجة اسمها صعب ولا حاجة. انا عايزة اقول لكم لو وريتكم اول مفرش عملته هتضحكوا عليا، بس هوريه لكم اكيد. كلنا بنتعلم وكلنا لازم نغلط ونحاول مرة واتنين وتلاتة. طول ما عندنا حب الشيء دوت اكيد هنتقنه واكيد هنتفوق عليه. هنمسك الابرة ونحطها ندخلها كده في القيطان. طبعا انا ببدأ باليمين، ده يميني. وبثبت الخيط في القيطان في اول مرة، واجي في اللي قصادها على طول، في اللي قصادها ادخل الابرة واثبت برضه. تمام كده انا ثبته، بس انا هقص دي عشان ما تضايقنيش في الشغل. هنعمل ايه؟ هنمسك برضو زي ما اتعودنا هنعمل هنمسك الخيط بايدينا الشمال والابرة بايدينا اليمين، والخيط بيبقى فوق، الخيط بيبقى تحت معلش، الخيط بيبقى تحت والابرة بتبقى فوق، بنطلعها كده. يعني الخيط من تحت اهو، الخيط من تحت والابرة بطلعها من فوق اهي. تمام. بيجي اعمل واحدة تاني، هعمل 3 اهي. تاني بحط الابرة كده بطلعها من تحت، من تحت هنا، يعني ما بتبقاش من فوق كده، لا من تحت الخيط. والابرة برفعها لفوق، والخيط اللي هو في ايدي الشمال بحطه تحت. وصلت؟ عايزه اقول لكم اول ما اتعلمت خيط اللاسيه كانت صاحبتي بتعلمهولي، فايه انا بقى مطوله الخيط للاخر وهي جنبي وهي جنبي فبعمل كده، فكانت قربت على عينيها فبتقول لي يا هبه عيني. قلت لها ولا يهمك، قالت لي ولا يهمني طب قولي اسفه سوري معلش، مش عارفه ايه اللي جت في بالي ولا يهمني لكنها جايه في عيني. كده كان من طرف، يعني الحمد لله احنا بنتعلم على اليوتيوب. آه، خلاص احنا خرجنا الخيط بالطريقة ديت، وهنيجي برضو نعمل نفس الحكاية في اللي قصادها على طول، ونثبت بغرزة كمان علشان ما ترخيش مننا، بس يعني هي الغرزة دي زيادة تأكيد يعني. هنيجي كده اهي، نفس اللي احنا عملناه، الخيط اللي في ايدينا الشمال من تحت والابرة من فوق. هاجي تاني هعملها 3 مرات. الطريقة دي حابين تقفلوها بفستونة مفيش مشكلة، يعني بعقدة تاني اهي. انا بحب اعقدها، يعني في ناس بتكمل على طول. تمام. وبعدين باجي بعمل نفس الحكاية 3، يعني بدخل 3. تمام. ليه احنا سميناها شطرنج؟ عشان زي ما انتوا في فراغ هنا،
هنا مقفولة، هنا مقفولة، في فراغ. فاحنا بنعمل زي ايه الشطرنج، حتى في الرسمة بتاعتها بتلاقيها مربع فاضي ومربع فيه شخابيط، مربع فاضي ومربع لو انتوا حابين تشتروا الرسمة يعني. بنطلع اهي، احنا كده خلصنا. فبنطلع دور اللي فوقيها، وبنيجي نثبت في اللي قصادها او اللي موازية ليها. ونثبتها. يا ريت شغلنا يعني يبقى على قد ما نقدر يبقى تقفيلنا نظيف، ما يبقاش عشوائي كده. عشان انا كنت اول ما بصوا، انا اول ما اتعلمت جديد برضو، معلش انا بفتكر معاكم الذكريات، كنت اكني بحارب بشد الخيط للاخر، وده يبقى يعني عايزه اقول لكم المنظر كان صعب قوي. وانا بتعلم، بس الحمد لله يعني. بتعلم. ماشي اهو. هنعمل ايه؟ خلاص احنا دخلنا في الفراغ ده، وهنعمل برضو 3. إيه، انا شغاله بخيط الجانجو اللي هو كذا درجه لون. لو انتوا حابين تشتغلوا بلون واحد ده يرجع لكم. اهو بالطريقه دي. زي ما انتوا شايفين هنا خلاص الخيط ابتدى يخلص. طب هنعمل ايه علشان ما يبقى زي ما قلت لكم شغلنا نضيف؟ هندخل كده الخيط في القطان من جوه، اللي هو الباقي، عشان احنا كده كده هنعطل بقى في النص. فهندخله كده ونقص الجزء ده، ونبتدي نلضم او نعمل خيط جديد. خلاص كده احنا عملنا خيط جديد. هنبتدي ازاي؟ اما الخيط يخلص مننا هنيجي كده ونثبت ونثبت زي ما عملنا تحت يعني. اهي كده جامده. حاولي ما تشديش الخيط كده، يعني تبقى الرسمه مش ظاهره زي ما انا كنت بعمل. ماشي يعني ايه، ارخي ايدك شويه وفي نفس الوقت يعني وسطنيها.
الشكل النهائي بعد ما خلصناه. عايزه افكركم ان اللي احنا بنشتغل عليه دوت اللي انتوا شايفينه ده الظهر مش الوش. احنا بعد كده هنفكه فهيدينا الوش اللي هو النظيف زي ما انتوا شايفينه ده، ما فيهوش اي رتوش. يا رب تكون عرفت، يعني يا رب اكون عرفت اوضح الغرزة كويس. لو في اي ملاحظات او اي تعليقات حابين تقولوها لي، يا ريت تكتبوها لي في التعليقات عشان نعرف نتواصل مع بعض. ولو سمحتوا لو عرفتوا ان انتوا تشيروا الفيديو بتاعي علشان الناس اللي ما تعرفش فن اللاسيه او شغل اللاسيه عموما تقدر تعرفه. انا واحده من الناس من 8 سنين تقريبا ما كنتش اعرف عنه حاجه، عرفته بالصدفه البحته. للاسف هو مش واخد يعني مش واخد وضعه في الاشغال اليدويه زي الكروشيه مثلا. لكن هو فن يعني معمر جدا. شكرا ليكم، شكرا لكلامكم الحلو ودعمكم ليا. كل مره هشكركم. التفاعل يكبر ويا ريت القناه تكبر بيكم. مع السلامه.